اهلا بحضراتكم مشاهدينا. حلوه يا بلدي النهارده هيتعرف فيها اكتر على حديقه الشهداء، واللي بتعتبر لوحه فنيه لانها بتجمع ما بين مساحات خضراء شاسعه تخليد لذكريات وذكرى انتصار اكتوبر وابطال اكتوبر. عشان نعرف اكتر عن هذه الحديقه واللي موجوده في السويس، بيسعدنا يكون معانا من خلال اتصال تليفوني مهندس فاروق شرف، استشاري خبير ترميم اثار ومنشآت تاريخيه. باشمهندس، ايوه، اهلا استاذه نهى، اهلا صحتك؟ بحضرتك. الحمد الحمد لله يا لله. فندم. الحمد لله. يعني عايزين نتعرف منك اكتر على التفاصيل حول حديقة الشهداء اللي موجودة في السويس. حديقه جميله جدا، حديقه الشهداء بالسويس دي. طبعا كانت اسمها حديقه مبارك على فكره الاول. وكانت من ابرز واكبر المتنزهات في السويس، وتاسست سنه 2000، وبتمتد مساحتها لاكثر من 76 فدان، وبتتميز بموقعها الحيوي اللي هو بيطل على خليج السويس والملاصق لكورنيش النيل، لكورنيش السويس الجديد. طبعا وقريبه من نادي السلام ومبنى محافظه السويس ومديريه الامن ومجمع المحاكم. يعني صراحه موقعها ممتاز جدا لكل الناس اللي هناك. طبعا اطلقت محافظه السويس اسم حديقه الشهداء عشان بتخلد بيها ذكرى شهداء الشرطه والجيش المصري، وبتبعد. وطبعا كمان اللي مزينها اكتر واجهه النصب التذكاري للجندي المجهول، ودي من ابرز المعالم للمنتزه. خليني اقول لحضرتك مكونات الحديقه. طبعا مساحه كبيره جدا وبتضم اشجار متنوعه، زي مثلا الفيكس، وبتعتبر من اكثر الاشجار انتشار في الشوارع والحدائق المصريه. في البولسيانا، ودي بتعرض بازهارها الحمراء الزاهيه، ودي طبعا بتفرح الولاد كتير جدا وتزرع فيه العديد من المتنزهات. في عندنا اشجار الكافور، يعني مدن القناه الشجره دي بالذات موجوده فيها عندنا في اسماعيليه، موجوده مشهوره بيها طبعا. في حديقه كمان الكافور وفي الكازورينا، ودي كلها بتستخدم باخشبها في صناعه الفحم، يعني برضو مشهوره في الحديقه. طبعا بالاضافه الحديقه بتحتوي على انواع طبعا من الاشجار محليه ومستورده، ودي طبعا الحديقه يعني بتاعه الورود وبتاعه الاشجار. لكن خلينا اقول لحضرتك برضو في حاجه اسمها البحيره الصناعيه، ودي بتستخدم عشان القوارب الصغيره، وبتدي طبعا طابع جمالي للحديقه. في كمان حضرتك متحف صغير لذكريات حرب اكتوبر، وبتضم بعض المعدات العسكريه زي الدبابات والطائرات والمدافع، عشان بتخلد ذكرى حرب اكتوبر 73. في طبعا بالاضافه لاهم حاجه اللي هي الملاعب بتاعت الشباب، وبتشمل ملاعب كرة القدم وكرة السلة وكرة الطايرة، وده بيجعلها مناسبة للأنشطة الرياضية المختلفة. في كمان حضرتك منطقة للألعاب الأطفال، خاصة بالأطفال، بتبقى مجهزة بالألعاب المناسبة، وده بيجعلها طبعا مفضلة بالنسبة للعائلات عشان بيبقى عندهم أطفال. في كمان صالات الترفيه وصالات الألعاب البولينج والبلياردو، ودي تجربة ترفيهية ممتازة جدا. اهم حاجه كمان حضرتك المكتبه الثقافيه، ودي بتضم كتب وقصص للاطفال عشان تعزيز الجانب الثقافي والتعليمي للزوار والاطفال الصغار. واهم حاجه كمان حضرتك في متحف الاحياء البحريه، وده بيحتوي على معروضات مرتبطه بالحياه البحريه في خليج السويس، وده بيجعلها برضه وجهه تعليميه ممتعه. الحديقه حضرتك بتعتبر اهم شيء برضه فيها انها متنفس لابناء محافظه السويس، عشان بتتميز بالمساحات الخضراء الواسعه والمناظر الطبيعيه اللي بتريح النفس، وبتستقبل طبعا الحديقه طبعا في الاعياد والمناسبات المختلفه. هي حديقه متكامله كمان، لانه متكامله من جميع النواحي صراحه. يعني بتجمع اكتر من نشاط، فهي اسريه وتصلح لكافه الانشطه وكافه الايام، يعني اجازات او يعني توجهوا لها مخصوص. انا لو سافرت السويس لازم اروح الحديقه دي الصراحه، لانها بتدي هدوء عنصر جاذب يعني نتمنى انه الجميع، كل اللي يروح السويس يزورها. بنشكر حضرتك على المعلومات اللي قدمتها لنا النهارده حول حديقه الشهداء بالسويس. شكرا يا باشمهندس. شكرا. مشاهدينا فاصل، نرجع مع حضراتكم نواصل فقرات.